واقفين في الفصل اللي فات على ما اكتشفنا ان كليان هو ليان اصلا، وبيجي داخل على مكانه وبيقول له قد مر وقت طويل يا اخي. بيظهر هنا الامير التاني بيقول له ايوه كليان، من المطمئن رؤيتك بصحة جيدة. بيقول له كل ده بفضل اخي. بيقول له لطالما كنت ممتنا لاهتمامك بيه. بيرد عليه اخوه بيقول له انا دايما قلقان عليك. بيقول له كليان انا كمان بقلق عليك اخي. وبيكون حوار مقزز جدا كله وراه خبز يعني. وبتيجي بطلتنا وهي قاعدة كده وبتقول حركة خاطئة واحدة سينتهي الأمر كله. بتقول الألماس اللازم لإنشاء القطعة الأثرية جلبوا لي يورزين. وبسألها وقتها ما الذي تصنعينه يتطلب العدد الكبير من الألماس ده. بتقول له أنا كنت ببحث عن قطعة أثرية جديدة في الآونة الأخيرة. وبتقول من الصعب جدا وضع 5 طبقات من السحر على جوهرة صغيرة، وقد كانت مهمة صعبة للغاية. وبتقول الألماس صلب عشان كده أحتاج إن أكون حذرة. وفجأة بتتبسط جدا وبتقول أكملت الطبقة الرابعة بنجاح، بقى طبقة واحدة بس. وبتقول ينبغي علي أن أتوقف اليوم لأترك جشع جانبا، علي الحذر من أن أنا أدمره. فجأة بتيجي عليها الخادمة وبتقولها أنستي الصغيرة لقد أحضرت بعض الوجبات الخفيفة ليكي. بتشكرها وبتقولها فعلا أنا لازم إن أنا أرتاح شوية. بتقولها اشتراها الضوك ليكي في طريقه للخروج. بتسألها وبتقولها فعلا. بتقولها أيوة. بص بتلاقيها الحلويات اللي من المقهى المفضل بالنسبة لها. وبتقول قال ليان انه يحب هذا المكان ايضا. وبتكون مبسوطة وهي بتاكل وبتفكر في ليان. وبتقول لقد تعامل معي وكأن شيئا لم يحدث. الشخص الموجود في السواق كان ليان بالتأكيد. كان ينبغي ان انا اسأله ليه هرب يومها. وبتبص كده للخدامة بتاعتها وبتقول لها هقولك قصة عن شخص اعرفه. وبتبدأ تحكي لها لكن بتقع وبتتكلم على انها هي. وبتسأل ماري ايه رأيك في اللي حصل ده، هو تجاهلها ولا ايه؟ بتقول لها ماري ولكن يا انسة الشخص اللي قلتي ان انت التقيتي بيه بالصدفة هو راجل مش كده؟ وبتقول لها ده احمق جدا. وبتتعصب جدا ماري وبتبدأ تشتم فيه. لكن فجأة حد بيدخل وبيقول انسة الدوق يبحث عنكي. بتروح بتبص بتلاقي الماركيز ارسل رسالة ليها بتقول مكتوب فيها ان هو لقد كان سعيد جدا بالهدايا اللي قدمتها له، وعشان كده هتلاقي هدية هو كمان. وبتقول انا رحت لسيان مرة وهو جالي مرة. بتبص على الهدية بتلاقي ان هو حلق حلو جدا. بتكون مبهورة بيه. بتنقل بينا المشهد للامير وهو قاعد مع الامبراطورة وبيقول كلمة ذلك الوغد المزعج. الامبراطورة بتقوله تيسيس بيقول لها نعم يا امي. بتقوله يبدو ان جلالة الامبراطور هيعلن عن ولي العهد المرتقب في حفل الرأس القادم، لكن تقاليد الامبراطورية تقضي بان يعلن عن ولي العهد في ذكرى تأسيس المملكة. بتقوله هنا الامبراطورة ايها الامير. بيقول لها سامحيني. بتقول له يا ابني العزيز الامبراطور مش هيديك منصب ولي العهد بيسر وسهولة، لكنك هتطوله في نهاية المطاف. وبتقول له ستتكفل ليك والدتك بكل ده. وبتقول له ما يسكنش صدرك هم او قلق ابدا. لن اسمح لابن الكلية الحقيرة ان هو يسلب حقك ومقامك. فجأة هنا بنقل بينا المشهد ريتا وبتقول مش ممكن أنا كملت. وبتقول كم عانيت في صنع كل ده الفترة اللي فاتت دي. ظننت إنني مش هوصل لكل اللي أنا عملته ده قبل حفل التقديم، لكن ليس فقط أنجزته بل أن يورجين أبدع في تحويله ساعة جميلة. وبتقول بعد 3 أيام هتنطلق أحداث القصة الأصلية. وبتقول بالنظر لانحراف مجريات القصة الأصلية لحد دلوقتي فمن المرجح أن تنساق الأحداث لمتجه معرفوش. وبتقول لقد أتممت كافة الاستعدادات بإحكام ودقة، ولكن إيه القلق اللي بيستوطن صدري ده. وبتقول أتمنى أن تكون استعداداتي وتدابيري نافعة ومجدية. وبالتفكير في الأمر أخبرتني ميري أن المهرجان يبدأ اليوم. بتكون خارجة وبتقول سأشاهد الألعاب النارية من موضع بعيد. وبتقول من المزعج أن يلفت لون شعري أنظار الناظرين. فجأة بيجي عيال بيجروا وبيخبطوها وبتكشف شعرها. بتتخبط في حد وبتقول له أنا آسفة. لا أنت بخير يا أنسة ريتا. بتبص لي بتلاقي ليان. بتقول ظننت أن عباءتي بتحجب رؤيتي. بيسأله هنا ازاي عرفتني. بيقول لها تعرفت عليكي من باريك عينيكي الجميل. بيبصوا هنا على الألعاب النارية وبتقول ما أجملها. بتبدأ تستخدم ريتا قواها وبتخلي الألعاب النارية أحسن جدا. وبتسأل ليان إذا كانت دي مناسبة. بيفكر في ان هي لسه لطيفة زي ما سابها. وبيقول لم تتبدل منذ ذلك اليوم. وبفتكر الصور اللي كانت ادتهولي وقتها قالت ان هو صور صنعته بايدي. وبتقوله قد تكون مجرد خرافة لكنه حسبما يقال ان احتفظت به سيجلب لك الحظ السعيد ويبعد عنك النحس. وبيكون بيبصلها ومبسوط جدا. وبيقول لم يعد بوسع تأجيل الأمر. لا مفر من مصارحتها اليوم بهويتي الحقيقية.
وبيقول لها الانسه ريتا عندي امر مهم عاوز ان انا اقوله لك. بتبص له وبتكون بتسمعه. بيقول لها الموضوع هو فجاه بيسمعوا حد بيقولوا الاميره مش ممكن هي هنا، انتوا بتتكلموا عنها فعلا هي دي. لكن فجاه هنا بياخدها ليان وبيخبيها وبيمشي بيها وبيقول لهم اخطأتم في التعرف على الشخص وبيمشوا بعيد عن الأنظار. بتقوله هنا ريتا استنى لحظة أعتقد إن في حاجة وقعت منك. وبتروح بتلاقي الصور اللي كانت عطتهوله. بتقول إيه ده مش ممكن وبتفتكره طبعا. وبتقول مش دي اللي أنا قدمتها لكليان في جنازة الإمبراطورة. وبتبصله وبتقول إزاي ما قدرتش إن أنا أكشف ده. العيون السماوية دي مميزة جدا تتماثل تماما من ذلك الفتى اللي شاهدته يومها. وبتقوله أنت كنت تعرفني من البداية. وبتتعصب جدا وبتقوله أستمحك عذرا عن كل اللي انا عملته من اساءة وقلة ادب. وفجأة بتختفي وما عادش بيلاقيها وبيكون متضايق جدا وبيقول الوقت ده بالذات انا ما كنتش عاوز ان انا انكشف بالطريقة دي ابدا، كنت عازم ان انا اصارحها اليوم. وبيقول انا كنت هكشف ليكي ان انا كاليون اصلا واننا قد التقينا من قبل. وبتخيل لو هو كان قال لها انه بيعتذر بعمق الاخفاء وهويته طول المدة دي وان هما بيتكلموا كويس وبيلتمس منها الصفح عن الخداع ده. لكن بيقول لقد سنحت لي فرص عديدة للإفصاح عن الحقيقة، لكن لسان كان بيمتنع دايما ان هو يقول بسهولة. وبيقول لو عرفت ان هتوصل لهنا كنت صارحتك في وقت أبكر. وبيقول لا بأس سأجد الفرصة بعد 3 أيام وهشرح ليكي كل التفاصيل وقتها. وبتكون هنا ريتا قاعدة وبتقول ليان هو كاليون في الحقيقة لم أتصور أن تجمعنا الأقدار تاني كده. وبتقول كان كاليون يدرك هويتي منذ اللحظة الأولى ولولا الصور ده لربما ظللت جاهلة حتى اللحظة دي هو مين وإيه اللي دفعه إن هو يخفي هويته والتقرب مني. وبتسأل إذا كان بيسعى الحصول على معلومات منها ولا إيه، وإن كان كده فهما ما تبادلوش الحديث عن ده أبدا. وبتقول مهما كان السبب فقد خيب آمالي بشدة وإن هو يلجأ للنوع ده من الخداع حاجة وحشة جدا. وبتقول أنا ظننت إن هو إنسان نبيل، نحن لم نكن مقربين على أي حال لا داعي للشعور بالخيانة. وبتقول أيوة فلم يكن سوى شخص أجد في محادثته أنسا. وبتقول كنت عارفة في قرارة نفسي إن كاليون يخفي أسرار. في لقائنا القادم سأعامله كأننا نتقابل لأول مرة بيجي يوم ظهورها الأول في المجتمع. وبتقول أتراني بلغت في الزينة للمناسبة الرسمية دي. بيكون الحياة شكلها جميل جدا. بيجي أبوها بيقول لها كنت صغيرة جدا وقت ما ولدتي. بتقول له أبي. بيقول لها أصبحت شابة يافعة يا إريتا. وبتمسكه وبتقول من اللحظة نكتس فيها هذا الباب هنكون كمان دخل إلى مقدمة القصة الأصلية. وبتقول تبدأ أحداث الرواية هتحضر إلى المكان ده. وبتقول وكما رسمت الأقدار ستلتقي بكاليون ويحبان بعضهم البعض. وبتقول ما ينفعش ان انا ارتبك دلوقتي، عليا ان انا استجمع تركيزي وانتباهي. ابوها بيقول لها هنا ريتا ما تنسيش ابدا انا واخوكي هنضل دوما جنبك. وبيمسكوا ايديها الاتنين وبتشكرهم. وبتقول أنا أشعر بسعادة غامرة لوجودكم في حياتي مهما كانت الظروف سأحميكما بكل قوة. بالفعل بيدخلوا وبيلاقوا وقتها سيان هناك خالها يعني. بيسألوه انت هنا انت كمان. بيقول لهم الظهور الأول لإريتا في المجتمع الراقي أكيد لازم ان انا أكون موجود هنا. بتفكر هنا إريتا وبتقول عليا ان انا أثبت ان الإمبراطورة استخدمت السحر من خلال القطع الأثرية دي، لكن الاستخدام دي ضد الإمبراطورة لازم ان انا أكون على مقربة منها. وبتقول يتحتم علي إيجاد وسيلة للاقتراب منها لمدة أسبوع، إن لم يكن في هذا الحفل فلن تتاح فرصة أخرى لملاقاة الإمبراطورة. بيجي صوت بيقول الإمبراطورة الأكثر سموا ونبلا وصلت جلالة الإمبراطورة إيشا وصاحب السمو الملكي الأمير الأول تيسيس. وبالفعل بيدخلوا عليهم. يا ترى هتنجح ريتا في إنها تكشف الإمبراطورة؟ ويا ترى كاليان بيخطط إن هو يقول لها إيه أو إيه عذره؟ ده اللي هنعرفه من خلال الفصل الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في قناتي ورأيكم في كومنت زي ما اتفقنا. إلى اللقاء في الفصل القادم.